ازيكم يا كسين، جيت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده بكل اختصار هو بصراحه عن قعده الصحاب ولما بيروحوا ساعات في الكلام ده. وطبعا انتم ملاحظين يا جدعان ان دلوقتي اسف يا محمد تحت ملاحظين يعني الشياكه. والله يعني انا مش بقول يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر يا جدعان. احب كده في اول الفيديو اللي احنا في الفيديو يا جدعان عايزين ندعي كده لاخواتنا في فلسطين والكلام ده بتاع. وطبعا انتوا فاهمين قصدي مش انت تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. يعني اللي انت التلاته اللي شفتهم بيتعملوا دول عايزك تعملهم. ازاي معرفش، اتصرف يا صاحبي زي انا ما بتصرف وعامل لك فيديوهات. وفي فيديو تاني هينزل بكره ماليش فيه، اتصرف لي يا باشا، انا بعمل عظمه هنا، اتصرف لي. اهم حاجه يا جدعان انا هتكلم دلوقتي عن ايه الصحاب في الساعات بكل اختصار، عشان في ناس فاكره ان احنا في الساعات بنبقى كريستيانو وميسي ومش عارف ايه وبتاع. لا يا جدعان خالص، احنا دايما في كل ساعه بتلاقي واحد من صاحبك بيقف حارس مرمى، بس بيبقى عامل زي ده من محمد لخالد على يمينه هوبا الله 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 بالظبط زيه، ما بيختلفش عنه. هو ده كده في الحرف الجول، تشوت في الكوره تيجي جول، هوبا الله 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 نفس الطريقه دي. يعني مش فاهم انا في ايه. ويجيلك بقى صاحبك التاني اللي هو ايه عامل فيها المعلق الجامد. عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعة المستقبل حيث تقام اليوم المباراة النهائية. اللي هو زي اللي انتوا شفتوه ده طبعا هو ده بيبقى ده صاحبك دايما، المعلق الفشيخ الفتيق المطرشم المفرشخ المفرشخ المعاش، كل صفات الدنيا فيه كلها. ودايما بيجي بقى الحكم ده يعني ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لامان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا على بركه الله. بيبقى النزاهه كلها، ومش مش عشان هو بيطبل لي خالص، مش عشان هو بيطبل لي، مش عشان انت يا محمد بتطبل لي تبقى النزاهه. وكل اقول لك على حاجه، تغلب على حكم البلاي ستيشن بقى يحكم بنزاهه اكتر مني. سكه ودغري اكدب، ما بيقدرش اكدب، تغلب على نزاهه مش عارف مين. وطبعا هتلاقي صاحبك اللي هو فاكر نفسه كريستيانو وميسي ونيمار وزامباروتا ورونالدينيو وزيدان وكل دول مضروبين في الخلاط يطلع لك هو اللي هو ده فاكر نفسه اللي ما جابتوش ولاده، هو الواد الجامد اللي بيجيب مش عارف ايه وبتاع وحوارات. ده طبعا ما يمنعش ان انا زعلان على خسارة النادي الاهلي. سحقا لذكريات تقاوم النسيان، تبا لوعد زائف اسكنني الاحزان، محطم العواطف اشكو من الادمان. النهارده من سان داونز نتيجة مجموع الماتشين الذهاب والعودة، وده يدينا ليه ما علينا يا جدعان، عادي كده يعني شيء فوق قدرتنا، ان احنا يعني حاجه ما ينفع لها الا تدخل الهي سريع. الاهلي ياما مش فارقه معاه البطوله اصلا، هو الحمد لله وصل نص نهائي في المستويات اللي احنا شفناها وبتاع. فانا احب اقول بس اهم حاجه بلاش نقصوا على اللعيبه. لا يعني اتكلم، يعني خلي الجزء ده لو انت بتستني هزار في الجزء ده لا نتكلم جد يا جدعان. ما تقعدوش تشتموا اللعيبه وتقولوا بقى ابني بص ويعملوا وبتاع. يا حبيبي حط نفسك مكانه، يا بابا حط نفسك مكانه، وربنا انت لما كان ما تعرف تعمل اللي هو بيعمله. هو بيعمل حاجات انت عقلك نفسه ما يقدرش يستوعبها. هو بيقطع الكوره بيباصيها بيحاول يحافظ عليها، والفريق اللي قدامه بيبقى تقيل وبيبقى لعبه رخم ومستحمل ضغط الاعصاب وضغطك وشتايمك وعمل وبتاع، وانت برضه بتشتمه عايز يعمل اكتر من كده. عايز يعمل اكتر من كده في ايه؟ يعني انت حط نفسك انا والله العظيم لما بلعب ساعه والله ببقى عايز امسك كل اللي في الملعب واضربهم، اللي معايا واللي ضدي. تصدقوا بالله ده انا قبل كده كنت عايز امسك الواد اللي بيشجعني اضربه. الموضوع بيبقى فيه كميه ضغط اعصاب بالذات في ضربات الجزاء. ده لما تيجي ضربه الجزاء وانت تكون اللاعب الوحيد اللي انت اخر واحد على الشوط بقى ولازم تجيبها وبتاع، تلاقي الجمهور كميه ضغط يا نهار اسود.
معنى احنا اتكلمنا جد كتير يعني معاك. ويجي بقى صاحبك اللي هو ايه، مناخيره 4x4، فتحتين سقف، بمارشيتير ورا، بسلندر، ب8 سلندر، ب2000 سي سي، مش عارف ايه، وتقريبا شافت صاحبك في مناخيره وكده، شافت صاحبك، هتلاقيه دايما هو وصاحبك اللي هو شافته يقول لك ايه، ما تبصي بصي يا اسطى، يا اسطى بصي كده. ده صاحبك اللي هو 4x4 فتحتين سقف، بمارشيتير، 8 سلندر، 2000 سي سي، وكل حاجه بتاع. ويجي بقى صاحبك المحولي اللي هو بيجي شايف نظره مليون على المليون، وكل حاجه يشوفها من على بعد صقر من الجزمه في الساعه. انت فين يا اسطى؟ انا مش شايف. تلاقي الكره بيبصيها تروح في حته تانية، فاللي هو انت بتبصي لمين يا صاحبي؟ يعني نفسي انت بتبصي لمين؟ طب بصي لي انا قدامك والله. انت لو عملت الكره يعني بسن رجلك هتجيلي. اما تعملها بوش رجلك فين؟ وش رجلك فين يا صاحبي؟ انا مش فاهم، انتوا بتعملوا حاجات غريبه والله يا جدعان. انا عندي واحد صاحبي مش عايز ضرب الجزمه، عايز توقفه كده وتجيب آلي تخترع آلي 1000 طلقه وتضربه كله فيه بسبب اللي هو بيعمله في الملعب. الواد اناني، ما بيبصش لحد، اللي هي اناني برضو يعني، مش مهاري، ما بيعرفش يباصي، ما بيبصش عدل، بيجي عند جونه ويضيعها. فده مش عايز. انا نفسي اجيب قنبله وافتح كرش واحطها فيها. يجي لك بقى صاحبك المطرشم اللي ياما لعب ساعات والدنيا خاربها والسرسجي، يقول لك زميلي بص يا اسطى عادل يا اسطى، ولا انت ما بتعرفش تلعب يا اسطى، ولا انت ما بتعرفش تلعب يا اسطى، ويقعد يعمل لك كده. يا عم انا ما بعرفش العب حاجه ومعاكوا ساعه ليه؟ كنت وفرت من 10 جنيه بتاعت الحجز ورحت جبت بيها كيس شيبسي ولا كيس مش عارف ايه، ما كنت وفرت الفلوس دي يا جدعان. ويجي لك بقى صاحبك المطرشم الخرتق اللي مش عارف، يقول لك يا اسطى انت بتبص وحش وانت مال امك. طاهر القلب نقي ذاكر لله. وحش يا ابو بصي. هو انا كنت ببصي وانت بتلعب ضدي اصلا مش بتلعب معايا. مفيش تمام. هو انا كنت لازم ابصي لك كده عشان ابقى حلو، لازم وكله كوم. وبعد الساعه دي كوم تاني، بعد حجز الساعه دي على اللي بيحصل يخترعوا لك حاجات ما حصلتش في الملعب، وتلاقي يقول ايوه ده حصل وده مش عارف ايه. لازم نخترع. يعني مثلا كوره، يعني واحد صاحبنا مثلا يعني اول مره يلعب معانا ولعبوا على قده وبتاع، واتلعن سلسفيله في قلب الملعب، وهو الواد ملوش ذنب اصلا، عشان هو عمره ما لعب كوره قبل كده ولا شافها، وكان فاكر الكوره مثلث اصلا مش دايره، عشان تبقوا عارفين. هو بيبقى فاكرها عباره عن مثلث وليس دائره. هو كل معلوماته عن الكوره ان ميسي فريق زي اللي بيلعب في ميسي دي. شفتوا بتاعت اللي بيلعب في ميسي؟ هو فاكر كده ان ميسي فريق مش لاعب خالص. وعارف كريستيانو ده اللي هو ايه، ناطحة سحاب، راجل بيجيب السقف. ويجي بقى يقول لك ايه، يقولوا عليه، هم بقى يقولوا على اصحاب لسه بعد كده، لسه بعد اذنك ما تجيبلناش عيال ما بتعرفش تلعب، لنا عيال لعيبه، احنا عايزين لعيبه، احنا عايزين نلعب رجاله مش عارف ايه وبتاع. طب انت عايز تلعب رجاله، جيت ليه تلعب معانا الساعه؟ انا عايز افهم يعني. طب انت عايز رجاله جيت ليه؟ ما كنا جبنا اي راجل تاني غيرك. ده ايه ده؟ ويجي لك بقى صاحبك اللي دايما مهمته في الملعب، معلوماته في الملعب، مناخيره وزوره، الواد عليه سحبه وعليه صوت مش الشتيمه. يا نهار اسود، متهيألي اللي هو الناس اللي في الكوكب التاني تسمعه. يعني احنا عايشين في كوكب الارض، كوكب زحل يسمعه عادي جدا. ويجي بقى صاحبك اللي دايما تايه كده يعني كده، يا اسطى انا بصيت لك كوره، افتكر ان انا بصيتها لك ها. يجي بعد شويه بقى تقول له خلاص يا حبيبي مش لا بس حلوه يا اسطى الكوره اللي انا بصيتها لك حبيبي خلاص. طيب يقول لك اصل انا شايف الكوره اللي انا بصيتها لك دي كوره حلوه، اصل انا اسيستاتي جامده برضه يا حبيبي خلاص. لا بس يا اسطى الاسيست بتاعي ده بس انت لو كنت لفيت في وش رجلك كان هيبقى جامد قوي والله، كانت هتبقى كوره مش يا حبيبي. لو السؤال ده اتكرر تاني هفتك.
ملعون ابو الاسيست باليوم اللي لعبت فيه الساعه معاك، على ابو اليوم اللي شفتك فيه، يا ريتني ما صاحبتك. كنت اروح اليوم اللي صاحبتك فيه ده وقابلتك فيه، كنت اشوف كيف يبيض كائن سلمندر او كيف يقضي كائن سلمندر وقته في فراغ يوم ولا انا بقول ايه؟ مش تمام؟ فصاحبي ما تجيليش في سكه انت مش بتعرف تلعب. واهم حاجه يا صاحبي متنساش لايك، سبسكرايب، شير، كومنت، مش عارف ايه، وروقني. وقول لي بقى في الكومنتات انا واحد من صحابك دول.